كل سنه وانتم طيبين، واول حلقه في 2017. في 2016 بالنسبه لي كانت سنه حلوه جدا، بس في السفر ساعات بيحصل لك مواقف رخمه كده، وهو ده اللي هنتكلم عنه. هنقارن ما بين المواقف الرخمه والمواقف الكويسه اللي حصلت لي في 2016 وانا مسافر. اول حاجه كويسه حصلت في 2016 هو اول يوم في 2016 او اخر يوم في 2015 مع بدايه اول يوم في 2016، وهو نيو يير ايف. اول مره في حياتي احتفل بالنيو يير بره مصر، كان في جاكرتا اندونيسيا، وكانت بقى الاحتفالات والفاير ووركس والكلام ده مختلف تماما عن اللي الواحد بيشوفه في مصر، فكانت تجربه جديده وحلوه. سريلانكا من الدول الجميله جدا، وكنت بعمل فيها كاوتش سيرفينج، فكانت التجربه كلها حلوه قوي. بس انا كنت جاي سريلانكا من الهند، فكنت جاي من الهند لجنوب الهند، ومن جنوب الهند لكولومبو في سريلانكا، وبعدين قعدت في المطار تقريبا بتاع 6 ساعات مثلا عشان وصلت بالليل. وبعدين الهوست بقى بتاعي اللي كان هيستضيفني في جال ده، في مدينه جال، قال لي تركب من المطار لحته اسمها كادويلا. تمام جدا. فانا سالت سواق الاتوبيس كادويلا، قال لي اركب، فركبت. فالطريق المفروض ياخد له بتاع 3 ساعات مثلا، فانا عدت 3 ساعات 3 ساعات ونص وما وصلناش كادويلا دي. فالمهم قلت اسال اللي جنبي كادويلا، فالمهم ما فهمنيش كده. فالمهم ايه، رحت مطلع له على الموبايل اللي الهوست بعته لي، فوريتها له، قعد يضحك ويعني بيوري بقى الناس ويحكي للناس كده بالسريلانكي وانا مش فاهم اي حاجه. المهم فبقول له يعني في ايه، فراح قال لي كادويلا نو كودويلا، فاللي هو ماشي مش مشكله نطق يعني. المهم يعني بعد 5 دقايق كده من الصدمه اكتشفت ان في كادويلا في كودويلا، وان انا رايح مكان في شمال سريلانكا والمفروض اروح جنوب سريلانكا. فالموضوع ده خد بتاع 6 ساعات 6 ساعات سفر زياده بعد كل الرحله اللي انا حكيتها لكم دي من الهند. فكان يعني طبعا جسمي مدشدش، واصلا كنت واقف في الاتوبيس التاني وانا راجع، فكانت يعني مأساة الصراحه. بس هو الواحد بيتعلم برضو بعد كده، ما تنطقش انت للسواق، انت توري له الحاجه اللي مكتوبه وخلاص مالكش دعوه. تاني حاجه حلوه، ودي يعتبر من احلى الحاجات فعلا اللي حصلت في 2016، هي تجربه اليابان. بالنسبه لي من وانا صغير ان انا اسافر اليابان ده حلم، وان انا اسافر العالم كله ده حلم تاني. فالحمد لله في 2016 رحت اليابان. التجربه كلها كانت جميله، الاكل، السوشي، المدن بقى اللي كان نفسي ازورها زي نارا وكيوتو واوساكا وطوكيو وكونوتشيما. فيعني كانت تجربه الصراحه رائعه الحمد لله. من الحاجات الرخمه اللي حصلت في 2016 كانت في اليابان، يعني رغم ان انا بقول لكم ان اليابان دي حاجه بالنسبه لي رائعه يعني، بس في طوكيو كنت في هوستل كده، مش في حته شعبيه يعني، ياباني قوي يعني. معظم اللي كانوا معايا تقريبا كلهم كانوا يابانيين، وانا السائح الوحيد اللي في الهوستل ده. كان كابسول هوستل، ونزل بقى استحمى. فهو الحمامات العاديه فوق والدش يعني تحت، فانا نازل استحمى وبتاع، وجاي بفتح بقى المكان الباب ده، لقيت لك الناس كلها الرجاله كلها ملط عريانين يعني. فرحت قافل الباب طبعا بسرعه. المهم وانا بقفل كده ايه وبتاع، فراح الراجل زي ايه، زي عامل النظافه في المكان، قال لي اللي هو فيما معناه ان انا ما ينفعش اصلا يعني لو عايز اخش استحمى انا كمان لازم اقلع، يعني مش مجرد ان هم يبقوا قالعين وانا لابس، لا يعني كنت عايز اخش بمايو مثلا ولا بتاع، فقال لي لا لازم تقلع انت كمان. فطبعا قعدت 3 ايام في طوكيو ومش بستحمى. الميزه يعني ان درجه الحراره كانت نيجاتيف 5، فيعني استنيت لحد ما اروح مدينه تانية والحمد لله استحميت بقى. مطار سنغافوره، مش بلد سنغافوره نفسها كانت حلوه، بس المطار نفسه هو اللي كان تجربه مختلفه. فكره ان انا رايح وناوي ان انا هبات ليله كامله في مطار سنغافوره، كانت تجربه رائعه يعني. الواحد اكتشف فعلا ان ليه المطار ده احسن مطار في العالم. كان عندي فضول اعرف يعني، الواحد بيسمع قصص كتير عن المطار ده، وكان نفسي اعرف المطار ده ليه احسن مطار في العالم. وفعلا فهمت. هتلاقوا فيديو انا عامله عن المطار ده ليه هو رائع قوي كده، وهتلاقوا فيديو تاني عملته جوه مطار سنغافوره بدي فيه نصايح للترانزيت الطويل، وان انت لو هتبات جوه المطار تعمل ايه وكده.
من الحاجات الرخمه برضو اللي حصلت في 2016 كان في الهند، وكان عايزين نسافر انا واصحابي من اجرا اللي فيها تاج محل لمدينه تانية اسمها هريدوار. فسالنا المفروض هنلاقي اتوبيس من اجرا لدلهي، ومن دلهي في اتوبيس تاني لهريدوار. الموضوع ده كله تقريبا بتاع 12 ساعه او 11 ساعه. فاحنا رحنا المحطه، كان موسم يعني في البلد فالدنيا زحمه، فالناس نصحتنا ان احنا نحجز بدري. فرحنا المحطه حجزنا لليوم التاني، وفعلا لقينا اتوبيس لدلهي. وبعدين تاني يوم بقى نازلين قبل الميعاد مثلا بساعه، يعني هو الطريق ياخد نص ساعه، فاحنا نازلين قبلها بساعه. قلنا يعني قشطه عشان الزحمه ونروح براحتنا وبتاع. فالساعه نفسها ما قضتش، والدنيا حصل حادثه على الطريق والدنيا اتقفلت وبهدلنا الدنيا. حاولنا نكلمهم يعني النمره اللي على التذكره ما ردوش، فبعتنا ايميل ما ردوش برضو. المهم ان احنا وصلنا، طبعا كان الاتوبيس مشي وفاتنا الحمد لله. وقعدنا بقى نتكلم بقى ونجادل ساعتين تقريبا، يعني ساعتين ما بين الاتوبيس اللي فاتنا اللي هو بتاعنا والاتوبيس اللي جاي كمان ساعتين. طول الساعتين دول احنا بنجادل بقى، اللي هو احنا لازم نركب ببلاش، ما احنا اتصلنا بيكوا وبعتنا لكم ايميل عشان نغير ميعاد التذكره وانتم ما ردتوش. المهم فين قابلنا بقى رئيس المحطه، وقابلنا الناس كلها اللي في الشارع. طبعا كله بقى بيجي يتفرج، الهنود بقى بيجوا ايه اللي هو الله خناقه ولا دي ايه وبتاع، فيعني قشطه. المهم ان احنا الحمد لله ركبنا ببلاش ووصلنا دلهي. وصلنا دلهي تقريبا كانت الساعه 12:30، فركبنا بقى اتوبيس من البنيله لهريدوار. فيعني كانت تجربه جميله، يعني الحمد لله عدت على خير. يعني من المواقف الجميله قوي في 2016 ان انا كنت في اوروبا، وفي واحد بعت لي على البيج، مصري عايش في النمسا، بعت لي على البيج اللي هو لو انت جاي النمسا قول لي وبتاع. والنمسا ما كانتش في البلان خالص، يعني انا كنت رايح بلاد تانية خالص ومش في دماغي خالص ان انا هعدي على النمسا. قلت له تمام حاضر، يعني لو عديت على النمسا اكيد هقول لك. وفعلا تشاء الظروف يعني، وان انا اعدي على النمسا يبقى معايا تقريبا 24 ساعه هقعدهم في النمسا، وبعد كده ايه هروح بلد تانية. والراجل ده فعلا جالي مخصوص، يعني محطة الأتوبيس كانت الساعة 4 الفجر، فيعني صحي من نومه في البرد ده وجالي محطة الأتوبيس عشان ياخدني واستضافني في بيته. وبعد كده لفينا بقى النمسا، الراجل لف معايا. فأنا أحب أشكره مينا، راجل جدع جدا يعني. مصريين برضو بره مش وحشين، يعني الناس كويسة والله. أسوأ حاجة حصلت لي في 2016 هي ان انا جالي تسمم. وجالي تسمم فين؟ في مصر. يعني رغم البلاد اللي الواحد بيقعد يسافرها ويسافر كتير وياكل في الشارع وينام في الشارع تغيير الجو والكلام ده كله، لا جالي تسمم في مصر. فالفكره مش في التسمم على قد ما انا كمان اتعالجت غلط، فجالي مشكله في معدتي، وهي دي بقى فعلا البشع يعني. طبعا ما كانش ينفع اسافر ولا كان ينفع اتحرك اصلا من القاهره، ففضلت قاعد في القاهره تقريبا ما باكلش، مش قادر اكل، معدتي متدمره خالص. فتقريبا دي ابشع حاجه حصلت لي في 2016. ويعني الحمد لله يعني عدت ودلوقتي احسن الحمد لله. بس كانت تجربه سخيفه قوي يعني. من احلى الحاجات اللي حصلت في 2016 هو يعني ان الواحد اتعرف على ناس جديده كتير جدا. قابل ناس كان بقاله كتير قوي ما شافهمش، فقابلهم في السفر وسافرنا مع بعض ونفس الدماغ بقى وكده، فكانت سفريات لذيذه. وحاجه كمان حلوه قوي هي ان الواحد اتعرف على معظم الترافل بلوجرز المصريين اللي بيكتبوا بقى عن السفر واللي بيعملوا فيديوهات عن السفر، وفي منهم كمان سافرنا مع بعض. فكانت الموضوع نفسه حلو قوي لما تقابل ناس كده بيشاركوك نفس الحلم ونفس الباشن وعايزين بس يساعدوا الناس والكلام ده، فبتبقى حاجه حلوه جدا. حاجه كمان الايفنتات، عملت كذا ايفنت السنه دي، ودي كانت اول مره اعمل ايفنتس بعد ما عملت الصفحه يعني بتاعت Around the World. فقابلت ناس كتير قوي من اللي هم بيتابعوا اللي انا بكتبه او الفيديوهات اللي انا بعملها، فشكرا ليكم جدا يعني للناس اللي بتتابعني والناس اللي بتشوف الفيديوهات، شكرا. المجر، اي حد من اصحابي، اي حد بيتفرج على البيج او على الفيديوهات او متابعني عارف قد ايه انا بحب المجر وبحب اهلها، وانها بلد جميله، وان اهلها دول زي القمر وحلوين ولذاذ وكل حاجه. يعني بصوا من الاخر المجر دي حاجه يعني السويت بتاعت 2016 كده، البونبونايه بتاعت 2016. فالغريب بقى ان انا حصل لي موقف ممكن نعتبره ده اغرب موقف، يعني هو مش وحش على قد ما هو غريب او مضحك او يعني حاجه يعني صادمه بقعد احكيها لاي حد. سريعا كده، كنت في اخر يوم ليا في المجر، فرايح عند البرلمان
ولقيت حفله كبيره قوي قدام البرلمان ده، فقلت ايه اخش اصور فيديو وسط الناس وبتاع. فوانا داخل لقيت واحد كده ما شاء الله طولي مرتين، هو اتنين اصحابه، راحوا ايه زقني اطلع بره، والكاميرا حتى وقعت، فانا ايه اتنرفزت اللي هو ايه يا عم انت عايز ايه وبتاع. المهم ايه زقنا في بعض شويه، المهم ان انا ايه طلعت لان الناس ابتدت تتلم كلهم مع بعض يعني. فلقيت ظابط ست، فظابط ست معرفش ظابطه يمكن مش عارف بتنطق ازاي. المهم ان انا رحت اتكلمت معاه هل ينفع الحفله دي لناس معينين، هل ينفع نحضر الحفله دي؟ اه طبعا ينفع. طيب الراجل ده طردني من الحفله وانا مش فاهم ليه وبتاع. فقالت لي بص انا عايز اقول لك بس حاجه، عشان انا شايفاك عمال تقول حفله حفله، ان دي مش حفله. فقلت لها امال ده ايه؟ قالت لي ده الحزب الفلاني اللي عامل مظاهرات ضد العرب وضد اللاجئين اللي في اوروبا. فطبعا كان واضح جدا انا ليه اتضربت وليه اتطردت بره المظاهره دي، يعني هي اصلا مش حفله. فطبعا ان انا اسمر ودقني فباين قوي ان انا يعني مش اوروبي يعني، وان انا يا اما لاجئ يا اما عربي يا اما اي حاجه. فدول الحزب عنصري يعني ضد العرب وضد اللاجئين والكلام ده كله. هو الفكره ان هم ما ضايقونيش بره الحفله، هم ضايقوني لما انا دخلت وسطهم. وحتى انا بعد كده فضلت اصور بقى صور يعني بره الحفله دي، او مش الحفله بقى المظاهره يعني، بره المظاهره دي من بعيد، وما حصلش اي حاجه يعني. بس تجربه مضحكه الصراحه يعني. بعد كده اتاكدوا انتوا داخلين ايه عشان ما يحصلكوش حاجه متخلفه زي اللي حصلت لي كده. يا رب 2017 تبقى سنه كويسه علينا كلنا، وكل اللي محققش حاجه كان نفسه فيها في 2016 يحققها في 2017 باذن الله. فيا ريت في الكومنتس اكتبوا لي ايه اوحش موقف حصل لكم في 2016 وانتم مسافرين، وايه احسن موقف او احسن مكان شفتوه او احسن تجربه عشتوها في 2016 وانتم مسافرين في الكومنتس هنا على الفيديو. ويعني لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير وكده، واهم حاجه اعملوا سبسكرايب لو سمحت. اعمل سبسكرايب مش هتخسر حاجه، دوس على الزرار الاحمر ده وخلاص هتبقى عملت سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجايه. وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت لو ما شفتوهاش، هتلاقوا فيها حاجات مفيده عن السفر. واشوفكم الحلقه الجايه، وكل سنه وانتم طيبين. مع السلامه.